مساء الخير البنات، واش راكم حبيباتي؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله لا فيديو هذه تلقاكم كامل لاباس. انا صافا الحمد لله يا ربي. اليوم البنات حبيت هكا نطلع لكم فيديو جديده، فيديو خفيفه روتين. بتكون عندي وقت هكا ما صورت لكمش روتين، بالك من رمضان نورمالمون كيما شاركتكم يعني كيفاش نهار هكا في رمضان، من هذيك ما زدتش صورت لكم حتى روتين. اليوم قلت نطلع على خواتاتي بروتين خفيف. كما راكم تشوفوا اليوم كان الجو بزاف باهي، كان صح مغيمه بصح كان الدفا والهدوء، وشو نقول لكم كان جو يسخف. على بالكم باللي هذو الايامات ربي يستر برك لا ندي مرضى كبيره. على بالكم باللي الصباح تلقاوني مشتيه، العشيه تلقاوني مصيفه شغل راهي خالوطه، باسكو الصباح هكا نلقى البرد بزاف نولي نشتي، غير هكا نبدا نسيق ونخدم هكا شغل خفيف. بعد شغل الدور السخانه نولي نحي ونزيد نولي نصيف نلبس هكا دي ميمونش. ابخي العشيه نولي نشتي كل مره وكيفاش، باسكو الجو راهو خالوطه. المهم البنات لهنا كيما راكم تشوفوا لهنا راح نوجد سالاد فروي. كان عندنا هكا شويه تاع الفراز والبنان قطعتهم. بالنسبه لسالاد فروي البنات انا ندير لها غير السكر ونحطها في الفريجيدر، كيما لهنا درتها من الصباح حتى لليل ونكليناها. باسكو كاين دي فوا هكا اخرين شفتهم بلي يديروا سيروا عليها كشغل يطيبوا ماء وسكر ويكبوا عليها، تقول لك باش مي هذيك تخليك شغل الفراز تبدل لا كولور تاعها. مام البنان يولي يسود ويذبل، والفراز ثاني تبدل لا كولور تاعو. سما كي ديروا لها هكا السكر لهنا انا درت 2.5 مغارف، مي ابخي زدت باسكو كي تجي حلوه تجي خير. ومن بعد غطيتها وخليتها في الفريجيدير، ما تتبدل ني لا كولور ني والو، يبقى الفراز هكاك، يبقى البنان هكاك وتجي حلوه وتروح لها كامل. اذا عدت الفراز حامضه ولا تروح لها كامل هذيك الحموضيه. زدت لها شويه هكاك تاع مزهر باه تمد لها طعم، تحبوا ديروه تحبوا ما ديروش. ابخي غطيته هكا بساشي وحطيته في الفريجيدير. ابخي لهنا نديكم معايا شويه شغل تاع الدار كيما راكم تشوفوا تاع كل يوم، تسياق تفراز مسيح الغبره. يعني هذا شغل موش راح يخلص، شغل كل يوم لازم يتعاود. ابخي لهنا البنات نجيو نسيقوا الصالون. كيما راكم تشوفوا وجدت المعدات، جيت لهنا صورت لكم الصالون على حقيقته كيفاش راهو كارثه، راه خالوطه. شوفوا المخايط راهي كل وحده في جهه. المهم هزيت هذيك الزربيه مفتها في المراح، مسحت الغبره وهويته وسيقته بيان.
لهنا البنات حبيت نصور لكم النباتات تاع ماما. على بالكم متتبعاتي القدم قلت لهم باللي ماما تشري الورد يهبل من المشتله، تشري نباتات يهبلوا ما يصلحوا لهاش، تجور تقول لي غير خساره الصوارد، ما لقيت تستحفظ بهم تنسلى فيهم ما ييبسوا لها. ميم هذه النبته غرسناها من قبل وشغل ذبلت وفزدت هكاك، مي هذه المره راهم يهبلوا ما شاء الله. هذه صح فيها ورقات هكاك ذبلانين نحيناهم من بعد، مي هذه شوفوا كيفاش ولات تهبل باسكو كانت صغيره. هذه المره كيفاش غرسنا البنات، جبت عرف هكا صغير من عند صاحبتي ودرناه في قرعامه وخليناه واحد 15 يوم هكاك ولا وين هذاك العرف خرج الجذور تاعو ومن بعد درناها في التراب. ولكن شفتوا البنات رانا كنا حاطينها في الصالون، راني غلهنا غا كي تنسيق في الصالون شغل خرجتهم من المراح باسكو في الصالون كبروا ترموا لقاو الضوء ولقاو الصالون دافي، وقالوا لي بلي هذه النبته شغل ما تشتيش ما تحبش الماء بزاف، يعني ما تكثري لهاش الماء بزاف. يعني ماشي زعما كل يوم لازم تسقيها وتكثري لها، رانا نسقيو يوم بيوم وراهم كبروا يهبلوا، لازم كل مره شغل كل يوم الورقه اللي يابسه تنحيها، الورقه اللي ذبلت تنحيها هكا باش تزيد تكبر. ابخي لهنا العشيه ماما دارت لنا الغريف، ولا كاين اللي يقولوا البغرير، احنا في الشرق نقولوا الغريف. شهيتكم في الجنه البنات. اليوم في هذا الفيديو ما قلت لكمش ديروا لي جام، بصح بلا ما نقول لكم البنات اذا عجبتكم ديروا لي جام واشتركوا في القناه وشغلوا الجرس بان شاء الله يلحقكم كامل جديد نتاعي. ولا هنا البنات العشيه خلاص كي كملت شغلي وجيت زعما راح ندوش، تفكرت قلت نخدم هذوك الكريات اللي راهم دايرين حاله وشفت قداش من واحده حكات عليهم وقالت باللي ملاح. هما صراحه البنات راهم يتباعوا، بصح اللي ما عندهاش الدراهم ولا ماهيش حابه تخسر صوارتها، يعني في حاجه كيما هكا تحب تخدمها عادي في الدار بحاجه سهله مهله، راكم نديرلكم كيفاش تخدموها. وانا سيتهم قلت اذا عجبوني ويعني صح لقيت فيهم نتيجه مرضيه نحطها في اليوتيوب، اذا لقيت ما فيها ني نتيجه ني والو ما نحطها ما نشاركها مع البنات. هذه الطريقه البنات هما يخدموا الكريات وين يستعملوهم للتقشير للجسم تاعهم. انا كنت منين ذاك ديما نصور لكم هكا في الفيديو هكا وين ندير تقشير للبشره، ندير قهوه وزيت الزيتون، مي في الكور تاعي ندير خطره في 15 يوم والله ثاني ندير قهوه وزيت الزيتون. مي هذه المره كي لقيت هذو الكريات قلت نسيهم ولقيت صح نتيجتهم تهبل وتقلب الجسم يهبل ومام الريحه تاعهم يجي تهبل تنمو فيها الجدوش. وزيد البنات هادو الكريات كي شغل تخدموهم ديروهم في بورسمونجي، ابخي كي تعودوا رايحين تدوشوا تديو زوج كريات وتقشروا بهم الكور تاعكم. واش تحتاجوا حبيباتي؟ تحتاجوا لهنا سكر عادي ماشي سكر كلاس، سكر عادي، وتحتاجوا النشا ولا المايزينا، وتحتاجوا البنات الجادوش. انا عندي فونيس هذا الغوز، ما كل وحده واش تستعمل. درت قيس 5 مغارف صغار نتاع السكر مع 5 مغارف هكاك تاع المايزينا، مي عينكم هي ميزانكم على حساب ثاني الكونتيتي اللي ديروها. وديروا لهنا لمو هذيك السكر والمايزينا لموه بجلدوش، ما ينشا خليه توالك باسكو من بعد راح تزيدي بشويه بشويه حتى تحصلي على القوام اللي راكي دوكا اللي من بعد، باسكو لازم هذا الخليط يولي لنا عجينه. هاي ليك لهنا راني كنت نزيد في المايزينا هكاك بشوي ومن بعد خلطوا، لازم تتحصلوا على عجينه. ومن بعد البنات كيما قلت لكم تتحصلوا لازم على عجينه متماسكه وين تقدروا ديروهم كرابح كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. انا لهنا تنمر عليا الحال على الدوش وكنت مزروبه بزاف سما ما كربعتهمش هكا مليح، ما انتم على بالي باللي يعني تعرفوا لها وباللي راح ديروهم خير مني. زيدوا البنات غربلوهم
كيف غربلوهم ولا مهم ديروا لهم هكا في السكر باش يزيد يلصق بهم السكر من الفوق. هذه الطريقه البنات انا عجبتني تاع المستعملتها وعجبتني، كنت نشاركها معكم في لا فيديو. كما قلت لكم من قبل، تحبوا ديروا قهوه وزيت الزيتون، تحبوا اللي ما يحبش باي اكزامبل قهوه وزيت الزيتون يدير بهذه الطريقه، يديرهم في بورتمونجي وكل ما يروح يدوش يدي زوج كرابع يقشر بهم الجسم تاعو وتنمو فيهم جلدو، شريحتهم تهبل ونشارها مليح للبشره، راهي يرطبها وثاني بيض النشا، والسكر هذاك الحبيبات تاع السكر هما اللي يرطبوا الكور تاعكم وينحي لكم هذاك الجلد الميت. هاي لي كلنا هنا كيفاش. كانت هذه هي لا فيديو نتاع اليوم حبيباتي، ان شاء الله كنت خفيفه على قلوبكم، ان شاء الله لا فيديو هذه تعجبكم، فيديو خفيفه روتين خفيف بكل عفويه. ما عليا نقول لكم تبقاو على خير، نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. خليكم حبيباتي في امان الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جايه باذن الله. سلام.